حضراتكم في فيديو بقالنا كتير ما طلعناش لايف. تحديدا هنا على قناة بتاع تصدير. يعني يمكن احنا عملنا اختلاف شوية في التقسيمات بتاعة القنوات. هنا على قناة بتاع تصدير احنا بنتكلم على كل حاجة وأي حاجة ليها علاقة بالبزنس، بالتسويق، بالتصدير، من متغيرات دولية، من اتفاقات تجارة، من كل المواضيع اللي يعني ليها تأثير بشكل ما أو بآخر على البيزنس في مصر والأبعاد بتاعته. وقناة التمبل أو المعبد، دي اللي هي بيبقى عليها الحاجات اللي مربوطة واللي ليها علاقة أكتر بالبيزنس وبالفرانشايز. ويمكن هتبقوا حضراتكم بتلاقوا شرح ان احنا يعني بدأنا نعمل في 3 انواع من الفرانشايز. الفرانشايز الاولاني اللي له علاقة بالمنتجات الطبيعية، كزيوت، كطمي، او كلي وزبدة، سواء ده لبالك ديلز كبي تو بي او كمان كبي تو سي. فاحنا عندنا 3 انواع دلوقتي شغالين عليهم من الفرانشايز ده، كده كانترودكشن بس، بحيث يعني في اللايف ده زي ما يعني حاطين في العنوان ان احنا هنبقى بنتكلم حوالين أم، كذا موضوع هنعدي عليهم كده بشكل سريع. بس حبيت ان انا ابدا معاكم بالفرانشايز، وهتلاقوا في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده كل التشانلز بتاعتنا، سواء على اليوتيوب، سواء الويب سايت، سواء الموبايل ابلكيشنز، سواء كمان الاكونت بتاعنا على التيك توك الخاص برضه بتاع تصدير، واللي برضه فيه فيديوهات من الفيديوهات هنا على اليوتيوب بتنزل على التيك توك، بس الاساسي بالنسبه لنا هو اليوتيوب. طيب، اول حاجه هنبدا بيها مباراه السوبر المصري. اولا الف الف مليون مبروك للاهلي. بس في لقطه كده وقفت عندها، وهي كانت في حفل الافتتاح اللي قبل الماتش. في الاوبريت اللي اتعمل، اوبريت جميل وحلو طبعا، بس لما جت الاغنيه او الانشوده السمسميه بتاعه ابويا وصاني، يا دنيا سمعاني ابويا وصاني، وبعد كده ما اتقلتش الجمل اللي بعد كده. يعني هم خدوا الانتو، بس هم ركزوا بس على الجزئيه دي اللي هو يا دنيا سمعاني ابويا وصاني. التكملة بتاعتها، ويمكن هتلاقوا يعني احنا عاملين منشن للأنشودة كاملة أو للأغنية كاملة، فبحيث إن انتوا، أنا وأنا قاعد بتفرج على الماتش، أنا بشجع الأهلي طبعا، يعني لسه مستني إن أنا حافظ الأغنية فبكملها، فلقيتهم هم لا عملوا كأنها عملوا مش ميوت، بس هم خدوا ده والباقي كانت ميوزك. الجزئية اللي كانت ناقصة طبعا دي من ضمن التراث المصري، وتراث في مدن القناة، اللي كان بيتكلم حوالين المقاومة، واللي اتكلم يعني ما هو يعني أكتر الحروب اللي كانت ما بيننا هي ما بيننا وما بين إسرائيل. فعدم تكملة اللي هي ومخلي جنس دخيل يدخل لأوطاني أو جنس غريب، ودي اتشالت ليه؟ فدي بداية الخيط، ودي بداية الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. انه طبعا المباراة، كانوا بيتكلموا ان هو السوبر الملياري، انه استضافة دولة الامارات المتحدة للسوبر السوبر المصري ما بين 4 فرق مصرية، اهمهم طبعا الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. وانه ده جاب ترافيك وجاب وطبع طبعا تذاكر وكل الشو اللي اتعمل ده. هو للأسف في العلاقات الدولية مفيش حاجة اسمها إن دولة بتحب دولة. فكرة الحب يعني واللفلفة اللي ممكن تبقى ما بين دولة وأخرى، لا، هي اللي بيربط الدول ببعض، وغالبا كمان بيربط الأشخاص ببعض، هي المصالح.
ففكرة إنه الإمارات مستفيدة من الاستضافة بتاعة السوبر المصري. هل هي بتنافس السعودية؟ نوعا ما لقيت إن في بديل، وفكرة إنه في لعبة شطرنج كده برضو دي هنتكلم فيها على مدار الفيديو، اللي هو لعبة الشطرنج ما بين مصر والإمارات، السعودية، تركيا، السودان. فالإمارات مستفيدة من الاستضافة كرعاية، كإنها بتعمل أحداث رياضية، بس برضو لا لليميت، أنا أحبك أكتر من نفسي لا. عشان كده ده كان الجزئية اللي خاصة ب، وزي ما قلت لكم هتلاقوا الجزء اللي خاص بالأغنية بتاعة أبويا وصاني كأغنية كاملة، واللي هيسمع الأغنية كاملة كلها هيفهم. ويمكن اتعمل ليها كذا، يعني اتعمل ليها كذا أبديت وكذا تسجيل لأنها أغنية تراثية يعني، فبقى واضح هو ليه ده معمول. فدي الجزئية الأولانية اللي تخلينا ندخل. طيب فهل الإمارات بتحب مصر وبتحب الكرة المصرية؟ بتحب الكرة المصرية. خلينا ماشيين في فكرة الحب، طيب، بحيث إن إحنا هنيجي نعمل في تويستاية كده برضه هنتكلم فيها. الإمارات سواء كبزنس حتى كان موجود مثلا في من خلال نادي بيراميدز، بعد مستشار تركي آل الشيخ ما كان مالك لنادي بيراميدز اتحول لسالم الشمسي كمستثمر إماراتي. الإمارات ليها استثمارات كتيرة في مصر في عدد من القطاعات، سواء في الاتصالات، في الزراعة، وتحديدا كمان في مساحات كبيرة جدا 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 موجودة في شرق العوينات وموجودة في توشكا، ومشاريع. يعني يمكن أنا مؤخرا كنت موجود في المنطقة، ففي كمية مشاريع كويسة جدا لدولة الإمارات الشقيقة. بس هل إن الإمارات بتحب مصر؟ الكلام على الشيخ زايد وآل زايد نهيان كمدينة زي الشيخ زايد وعدد من المحاور والاستثمارات والطرق والحاجات المختلفة اللي ليها علاقات ما بين مصر ودولة الإمارات، واستثمارات زي ما قلنا في المجال الزراعي بشكل جامد، بشكل يعني بشكل مهول، يعني بشكل مساحات بتعدي 30 ألف فدان في المشروع الواحد في المنطقة الواحدة. طيب نيجي نشوف التويستاية. طيب أم، سواء اثيوبيا وتمويل السد، او السودان واللي حاصل في السودان، وكمان مؤتمر السلام اللي اتعمل الخاص بغزة. فساعات نلاقي انه مع افتتاح المتحف المصري ولعبة او يعني اداء اللي مش مفهوم وغير مبرر، طيب هو احنا علاقتنا بالسعودية عاملة ازاي؟ وفكرة انه موسم الرياض مش هيبقى فيه فنانين مصريين، فا ايه فكرة المتحف المصري وعدد من الحاجات اللي ليها علاقة ب افتتاح المتحف طب هو احنا علاقتنا مع الامارات عاملة ازاي؟ طب علاقتنا مع السعودية عاملة ازاي؟ طب منين الامارات مرحبة بينا والدنيا تمام ولطيفة وزي الفل هناك، واهلي وزمالك بيلعبوا هناك وبيراميدز وكيلوباترا وهم ليهم استثمارات هنا؟ طيب اللي كان حاصل من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ساعات ما بيتفهمش. هل هو في إطار إيه؟ هل هو في إطار مصلحة وفقط؟ طيب هل المصالح دي ساعات بتختلف؟ هل المصالح دي ما بتتغيرش؟ طيب ما فيش قلق أو تخوف إنه يبقى في قرارات من الجانب المصري؟ يعني مثلا في السودان، ويمكن دي اكتر حاجة يعني ممكن من ضمن الحاجات للناس اللي مش فاهمة او بتقيس على معاييرها، هي موضوع
السودان، وازاي ان هي بعد استراتيجي اساسي ورئيسي لمصر لكذا حاجة مع اثيوبيا. طب موقف السعودية ايه؟ طيب موقف يعني يعني مش بس السعودية، بس كمان اللي ليها علاقة ب الجزء اللي خاص ب دعم الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع أو عصابة الدعم السريع، والتحالف المصري السعودي التركي ضد تقسيم السودان لمصالح، مش عشان حب، مش عشان ان السودان دولة عربية شقيقة ودولة إسلامية وكل الكلام ده، بس كل حد هو بيدور على مصلحته. الإمارات ليها مصلحة فهي بتدعم الدعم السريع كميليشيا الدعم السريع أو الجنجويد، على الرغم من يعني، وفي نفس الوقت هل بقى كانت التقسيمة انه طيب هو الدعم السريع دلوقتي مسيطرين على غرب السودان، بس اللي يهم الإمارات شرق السودان مش غربها، وشرق السودان دي اللي فيها الخرطوم فيها العاصمة، فلا مصر ولا السعودية ولا تركيا هتسمح ان شرق السودان تقع في ايد حمدتي او الدعم السريع او انهيار الجيش السوداني. طيب الامارات شايفة الموضوع ازاي وبتلعب على الموضوع ازاي؟ فكل ده يعني خلينا واحنا بنتكلم ان احنا نبقى فاهمين بشكل اساسي انه لغة المصالح هي اللغة العالمية، لا الانجليش ولا العربي ولا اي لغة تانية، هي المصالح بقى فقط. فده اللي هيبقى بيخلينا بنتابع في ضربات من حين الى اخر، يعني زي ما بيقولوا ايه، حمدتي طلع اتكلم وهدد وانه في دول مجاورة بتدعم والطيران المجهول. اغلبيتنا ممكن يبقى عارف مين هو الطيران المجهول، الطيران اللي طالع طيران من غير علم وبيضرب، وبيضرب بدقة وعارف هو بيضرب ايه. ولولا تدخل الطيران المجهول، لولا ما يعني بقى في تغيير الوضع على الارض، بس فده كده اللي كنا حابين ان احنا نتكلم فيه. يمكن هنبقى على حسب تفاعلكم وتعليقاتكم، هنبقى بنحاول ان احنا ندي بشكل اكتر وتفاصيل اكتر حوالين الوضع في السودان. بنبقى بنتابع الابديتس اللي ليها علاقة بالوضع على الارض في السودان في الفاشر، الوضع على الارض في كردفان. يمكن النهاردة كان في نوع من الضربات والهجمات على الدعم السريع. يمكن احنا بننزل حاجات كشورتس هنا على اليوتيوب اللي ليها علاقة بالوضع، سواء من تصريحات حمدتي وتهديداته وعلى الأرض اللي بيحصل كمان على أرض الواقع، سواء في إقليم دارفور أو تحديدا في الفاشر. أتمنى إنه يبقى في تواصل ما بيننا وما بين حضراتكم كمان، لأنه مهم جدا إنه ممكن الناس، وبرضه لو حضراتكم عندكم أسئلة، يعني أنا بحاول إن إحنا نعمل برين ستورمينج أو عصف ذهني كده، نبقى بنتكلم مع بعض في الموضوع ده ونشوف، يعني نعمل نوع من التقييم والتحليل واحدة واحدة كده وخطوة خطوة، ونشوف الدنيا على أرض الواقع. وزي ما قلت لحضراتكم هنبقى هنا بنتكلم حوالين الفرانشايز، يعني إن شاء الله بعد شوية هيبقى في لايف تاني بنتكلم بقى عن الفرانشايز والابديتس بتاعته والبلان بتاعتنا ل 2026. اتشرفت جدا بحضراتكم. أتمنى إنه لو الموضوع عجبكم والفيديو عجبكم تبقوا بتشرفونا على القناة، سواء من جانب الاشتراك او بتفعيل التنويهات اللي هو بالضغط على زر الجرس، بحيث ان لما نطلع لايف او ينزل اي فيديو جديد او ريل جديد يبقى بيوصل لحضراتكم. كان مع حضراتكم باسم سمير بتاع تصديق. تحياتي وتقديري للجميع.